هلا كربيش، كيفكم اليوم؟ انا ديما مديره لودا.com. بتمنى تكونوا كلكم رواق الرواق، اموركم على العال. بهذا الفيديو نزولا عن رغبتكم رح اعمل هاد مثل ما كنتم شايفين سيلين من بنات الشمس بالمشهد تبع الزواج تبعها، شعر وميك اب. بتمنى تكونوا حبيتوا النتيجه اللي طلعت معي، واذا حابين تعرفوا شو عملتهم لهدول الميك اب والشعر بليز خليكم عم تفرجوا. وقبل ما تروحوا حابه اشكركم كثير من كل قلبي على دعمكم وعلى تعليقاتكم اللي كلها حب على اخر فيديو انا عملته، كنت عم بحكي لكم فيه شو عم بصير معي. بحبكم كثير واذا حبيتوا هذا الفيديو بليز لا تنسوا تدعموه، تعملوا له لايك وتعملوا سبسكرايب وبلكي شير. وهلا خلونا نبلش بالميك اب وبالشعر. رح اجرب اختصر الخطوات عليكم وبسطهم قد ما بقدر. هلا انا حاطه فاونديشن اوريدي، ورح اركز على العيون لانه مكياجي حسيته كله بالعيون، مع انه مكياج العيون كثير ناعم كثير حبيته، بس يعني باقي الوجه كانه ما له حاطه شيء، يعني على الشفايف شيء يعني دوب لون والبلاش يا دوب يعني، فرح اركز على العيون اكثر شيء. باعتبار انا حاطه فاونديشن عامله يعني كانه حاطه برايمر على عيوني، لانه حطيت شوي فاونديشن على العيون بس انا حسيته الحقيقه فاتح شوي. رح احط تكه كمان، تكة فاونديشن لصير برايمر يعني مثل اساس ليمسك او ليوحد اللون ويخلي الفاونديشن يعني يبين اكثر، او بالاحرى ليخلي الشادو تبع العيون يبين اكثر. دائما كونوا كثير لطيفين بالتعامل مع عيونكم. هلا اول لون رح ابلش فيه هو لون مثل زهري شوي، او زهري كثير فاتح على جليتر، يعني فيه لمعه. بحطه على كل الجفن. هلا فرشاية اصغر رح اخذ لون زهر، هو هيك صاير بين الزهر والتوتي الفاتح كتير، على كسرة العين رح امده. باخذ المراية بنزلها وبتطلع هيك لتحت وبتبين كسرة الجفن معي منيح، بحطها على كسرة الجفن يعني كأني عمليا عم برسم قوس. فيني احطه كمان على الزاوية تبع العين. هلا رح ارجع بالفرشاية الاعرض ادمجه كتير منيح. يكون بالكم كتير طويل. حطيت لون هيك افتح شوي على الجفن بس لحتى اميز بين فوق وتحت، هيك لمعة ذهبي. هلا كمان رح اخذ لون كتير حيادي او بيشبه لون البشرة اكثر ما بقدر، ورح ادمجه من فوق مشان كمان ما يبين في هارش لاينز او خطوط كتير قاسية. اوكي هلا انا حسيته اندمج منيح. رح احط اللون الرمادي، رح ارجع للفرشاية الاصغر وبحطها كمان على كسرة الجفن للون الرمادي تماما فوق اللون الزهري اللي حطيته، الزهري على توتي. بس طبعا ما رح اروح فيه اعمله قوس هالمرة، رح احطه بس هون على هي الزاوية، يعني بحط بس شوي بدمجه، اذا كان بدي كمان بضيف كمان. هلا بالفرشاية كمان تبع الدمج بدي ادمجه احسن. على الزاوية بدمجه بطريقة دائرية مثل ما تكونوا شايفين، وفوق طريقة رايحة جاية. على زاوية العين شوية اسود رح احط كمان بالفرشاية الصغيرة، شوية اسود هيك طريقة الطبطبة اقرب ما يمكن على الرمش، على خط الرمش. انتبهوا تكتروا، اذا كترتوا بيخرب كل الميك اب. هو قائم على النعومة يعني. اذا شايفين انه في شي نازل وفي شي ماله بمحله ما تاكلوا هم، فينا كله نطفه هلا. بس تحسوا انه الكمية صارت منيحة وبين هيك شوية زاوية على العين، بنرجع للفرشاية تبع الدمج وبندمجه بطريقة كتير على مهلنا، يعني بنفس المكان بس بنعمل دوائر. انا بحب ضل عم امسح على الفرشاية، بتنظف احسن او بتدمج احسن. عمليا انا عم خفف اللون شوي. اخذته شيء انه لجوا. رح ارجع اخذ هذا اللون اللي بيشبه لون البشرة هون يعني وادمج. هلا صار دور الايلاينر. رح استعمل قلم، هي ما لها كثير معروضته لهيك رح اجرب بلش بشي يكون مو كثير عريض بس طالع لفوق. طبعا طفت الكاميرا وانا عم بعمل ايلاينر، لذلك رح اقول لكم شو عملت. بس رسمته للايلاينر هيك، بلكي هلا بورجيكم على العين الثانيه، وحطيت فوقه اي شادو. ركدت بس هيك شوي على من تحت بس هيك الزاويه البرانيه، وخط كتير خفيف هون، تركيز كله على الزاويه البرانيه. هو حينزل لحاله يصير تحت خط الرمش شوي صغيره، بيطلع بيشبه العين تبعها اكثر او المكياج تبع عينها اكثر.
هلا بهاي الفرشاية المسطحة بنحط فوق الايلاينر شوية اي شادو اسود، انه بنعبي الفراغات وانه بيطلع شكله يعني احلى. رح احط شوي على طرف العين من جوا ومن برا، شيء انه بسيط، شيء كتير كتير بسيط من برا، او بالاحرى على تحت خط الجفن الرمش مباشرة. رح اكمل الخط قلب العين بس طريقة بسيطة. وبدي احط رموش. هلا لحتى اخبي خط الرموش واستمغل المبين كمان بحط اي شادو. برجع بحط ماسكارا. هلا رح نظف تحت العيون منيح وحط كونسيلر. هلا صار وقت الحواجب. كمان عامله حواجبها كتير ناعمين، يعني هنا حواجب مو كتير رفاع ومو كتير تخان، يعني شي بالنص، فراح كمان رح اجرب اعمل هيك شي. لسبب ما طالعين الحواجب فيهم فراغات كتير على الكاميرا أكثر من الحقيقة، ما بعرف ليش، يمكن كان لازم إنه سمكهم أكثر وغمقهم، بس أنا ما بحب أبدا المظهر المصطنع. هلا للشفايف بس هيك رح اخطط شفايفي بطريقه كتير خفيفه يا دوب تبين. حاطلع شوي فوق الشفه الفوقانيه لان هي عندها شفتها الفوقانيه اكبر. حاخذ لون زهر، حيبين يمكن قاسي شوي هلا بس رح ارجع اخففه. باخذ محرمه وبطبع شفايفي عليها مشان يخف اللون. هلا دور البلاش رح اعمله كمان كتير خفيف لانه هي كمان يا دوب باين عليها. هلا صار وقت الشعر. شعرها طبعا عاملته هي كمان بمنتهى البساطه، موديل كتير بسيط وحلو. انا هلا على فكره عملته كلياته ويفي، هي لانه عملته ويفي. جبت هذا الكيرلينج ايرون وكل الشعر اخذته هيك، يعني حطيت الكيرلينج ايرون ورا الخصله، لفيت الخصله عليه، تركته حوالي يعني ما بعرف 10 ثواني او هيك. كل شعر مختلف، انتم بتفهموا على شعركم، بس قيموه قبل ما تحسوا انه كتير كتير بقى صار سخن. بتقيموه هيك وبتتركوه شوي بايدكم لحتى يبرد، او اذا بتحبوا حطوا له انه ملقه شعر سبتوه لحتى يبرد. كل الشعر عملته هيك. وهلا تاج الراس من هون بدي اعمله شويه تيزنج، انه يعني بدي نفشه. رح اخذ هذا القسم الوراني بس من ورا، رح احط هيد باند، هذا دي لولو انا عملته. نزل الشعر اللي ورا، بس رح امشطهم هدول اللي عملت لهم تيزنج او اللي نفشتهم، امشطهم شوي لبين شكلهم احلى. ترى هيدا اللوك النهائي، شو رأيكم؟ كتير بتمنى تكونوا حبيتوه لأنه أنا كتير استمتعت وأنا بعمله. حسيت الشعر يعني بقمة السهولة وبقمة البساطة والجمال، والميك اب حبيته كتير. فبتمنى أسمع منكم أنتم شو رأيكم وإذا حبيتوه. وعلى فكرة هي عندها كتير على هو، لما أنا عم دور على هذا اللوك شفت إنه كتير في عندها تسريحات شعري سوبر كول، يعني كتير حبيتهم. إذا حابين إني أعمل فيديو خصوصي بلكي أعمل لكم كذا تسريحة من تسريحاتها إلها تحديدا، كتير بحب إني أعملهم. خبروني بتعليقات تحت الفيديو، خبروني اي شيء بتحبوا تخبروني اياه. لا تنسوا تدعموا هذا الفيديو وتدعموا هاي القناه باللايك والسبسكرايب، بلكي بالشير كمان. بحبكم كتير وبشوفكم المره الجايه. باي.